حدا عم يتكرم بأهم حفل موجود بالشرق الأوسط. أنا مش نرجسي مبدئيا. الشامي يرد لأول مرة على منتقدي وصفه بفخر سوريا. إنه الشامي كيف قاعد هون؟ الشامي شو بيعمل هون؟ لروحي وربي يعلم صدره. من ولد بيجلي صحون لحدا عم يتكرم بأهم حفل موجود بالشرق الأوسط. شو بدي أقول لك مبروك على الأغاني الجديدة أو على الأورد يلي أخذتها على الجايزة أو على كل شيء جديد عم تعمله. المرة الماضية قلت لك كبران راسي، حاج تكبروا لي انت كل هالتواضع وكبران راسك يعني. حاج تكبروا لي راسي. الحمد لله رب العالمين. انا لما طلعت معك خبرتك انه انا عم جهز كتير اشياء وجاي بمرحلة جديدة وكليبات جديدة وموسيقى جديدة، وحققت يعني كلامي كان صح. لسه بوعدك مرة تانية انه انا انسان بحب النجاح بس غير مكتفي. الشامي فخر سوريا. إلي الفخر انه ينكتب لي هيك من تحياتنا ل MBC. هاي حتى شيء كتير كبير اني احمله، وان شاء الله اكون قده. وفي كتير ناس بتستاهل بسوريا انه يتوجه لها جملة فخر سوريا، مو بس انا. والحمد لله انه تقدرت اني انحط بهي المكانة. بس فالبعض شاف انه ما يستحقش يفوز بجائزة جوي أووردز وانه هيصيبه الغرور بسبب النجاح الكبير والسريع. انا مش نرجسي مبدئيا، بس ما بلاقي مبرر لاي حدا انه ما يحبني، لاني انسان مش مستفز، مش استعراضي، وضحكتي حلوه وبجنن واغنيه حلوه. لا 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 بدي انكره، لا بدي انسب، ما فهمت. هي غيرة النجاح يمكن. انا هذا عم اقوله انه مش منطقيه. ما ظهرت اي ظهور عشوائي جدا. ظهوري كان مدروس وضمن اطار الفن تبعي. حكيت من يومين على الستوري انا بظهر ضمن اطار الفن، ما عندي اي زوايا شخصيه سياسيه، ما عندي هي هول الاشياء. يعني انا جدا بحالي. فولو كان في هذا الشيء وممكن تكون مستفزه، منيح، مبسوط انا. والشامي كان رد على منتقديه بستوري على الانستجرام وكتب: مستفز، ما عم رد ولا راح رد. وقال: انا ما اخترت كون هون، الناس اختارت تسمعني واختاروا يحطوني هون. في بعض الناس اللي هن انا بعتبرهم الاقليه، لانه الحمد لله الحب اكبر بكتير. بس هدول الاقليه اللي كتير قالوا انه الشامي كيف قاعد هون؟ الشامي شو بيعمل هون؟ مش فاهم. في 100 مليون على غنيتي خي. انا عامل نص مليار مشاهده و3 مليارات مشاهده على التيك توك. هدول مين يعني؟ هدول اختك الصغيره ومرت اخوك، يمكن ما بعرف، ابوك، اكيد ناس منكم وفيكم. في ملايين من الناس عم تسمعني. هدول موجودين على ارض الواقع. واليوم موسيقى الشامي وثقافه الشامي وهويه الشامي صارت موجوده بالشارع بكثره بين الجيل الجديد وباستديوهات البلد وبكل مكان، شئنا ام ابينا. فعم تنكر شيء موجود فعلا. فيك تعارض مئات الملايين او عشرات الملايين. والانتقادات ما طالتش ستايل اغانيه وصوته، كمان بيكون في تعليقات على ازيائه. انت ترند بالستايلات كمان. شوي هيدا كتير طبعا. هي ثقة بالنفس شوي عم تعمل ترندات بالستايل. والله أنا ما بكون مستقصد شيء، أنا بكون عم بطلع على طبيعتي. بس يمكن طبيعتي بحد ذاتها غريبة، فعم تعمل نوع من إثارة الجدل، إن كانت سلبية ولا إن كانت إيجابية. عم تعمل شيء كتير منيح لإلي. شكرا، بحبكم أنا. ولأن الشامي مستمر في تحقيق النجاحات، بيستعد لخطوة جديدة، وهي إحياء أول حفل غنائي ليه، وهيكون يوم 16 فبراير في بيروت. جاهز ل 16 فبراير يا رب. لأول مرة بحياتك حفل رح يكون كتير كبير بلبنان. الحفلة جدا مسؤولية، لأنه صار شائع جدا عن الشيء اللي عم بصير بآخر فترة على اللايف. وهي شيء كتير كبير بحياة أي فنان بالعالم، اللايف وحياة المسرح. والفنان بيشتغل كل حياته ليوقف على المسرح وينجح فيه. فإذا اشتغل كل حياته وما نجح على المسرح فهو فشل كل مشروع. يعني تخيل أنا عملت مئات الملايين وإذا وقفت على المسرح وما مشي هذا الحال، شو عملت؟ عشان كده الشامي خد وقت طويل جدا وهو بيحضر عشان يطلع يغني لأول مرة لايف على المسرح. أنا صرت جاهز معنويا أهم شيء ونفسيا. ما في حدا مثالي. هذا أول مسرح موسيقى حاطلع فيه بحياتي. بس أنا كتير اشتغلت على حالي واشتغلت على التيم اللي معي، وفي ناس عم تشتغل ليل نهار ليزبط هذا الكونسرت وهذا الحفل. وأخذنا شهور طويلة نحن عم ندرس أدق التفاصيل، وين بدي أوقف وكيف بدي أغني وشو بدي أغني وشو بدي يطلع وإلى آخره، ليكون شيء بنفس القدر من التميز اللي موجود بموسيقتي. ولازم أول حفلة تكون مميزة، وهذا الشيء اللي هلا عم بتبعه. ويا رب الناس تحب. وما عم بعمل كل هذا الشيء غير للناس تحب. نهاية الفكرة نبيلة، عم بعمل هذا الشيء للناس تنبسط، ويا رب تنبسط. يا الليل ويا العين من بعد
بعدك عمر ما هو